عايشة في الدار غير أنا وولدي عنده 17 سنة. راجلي كيمشي لأوروبا وكيجي غير شهر واحد في العام. واحد النهار كان الصيف وكنت بحال خارجة من الدوش ودخلت لبيتي باش نبدل حوايجي. ولدي بالصدفة جا واهز الشهرجور من البيت ديالي. مني دخل ويتصدم، شافني عريانة ما لابسة حتى شي حاجة، شاف كلشي من راسي حتى لرجليا، ووقف بقى مسمر في بلاصتو حال عيني وكيشوف فيا. من داك النهار ولدي كتبدل المعاملة ديالو معايا، ولا كيدير ليا شي حوايج غريبة وعجيبة. ولدي وليت كنحس بيه بحال شي راجل غريب معايا في الدار. كنكون مثلا جالسين كنتفرجو في التلفازة في الليل حتى كيبان ليا ديالو واقف في سروالو، كنقول وكذا عادية. بعض المرات كنكون مثلا كنشقى في الكوزينة، خصوصا هادشي كيديرو ليا في الليل، كيدير راسو مثلا باغي يشرب ولا باغي يهز شي معاشقة ولا فوق الشريطة، وكنحس بيه كيحبر ليا من اللور. واحد النهار كنتفاجئ انني كندخل الحمام باغا نهز الحوايج ديالي ندي نصبنهم، حتى كنلقى السروال الكولون ديالي كنلقى فيه بقعة ساردة من اللور. انا ما ديت ما جاتني عادية. مرة اخرى جيت بغيت تاني نصبن الملابس الداخلية ديالي ولا كنلقاهم ساردين، هزيتهم بحال بديت كنشم فيهم ولا نشم فيهم الريحة ديال الماء ديال الرجال. تصدمت، معرفتش شنو ندير يعني، وخصوصا انا عايشه غير انا وولدي في الدار. ودابا بعض المرات انا عندي 37 سنه، ما كذبش عليكم يعني بعض المرات كتجيني الرغبه كنقول غادي ندير معاه شي حاجه، وشويه كنقول لا لا غادي ندير شي مشكله لولدي وغادي يولي مبلي بيا وما يبغيش يتزوج. وراه شي وسبه فهادشي، عييت ما نقول ليه نديني معاك لاوروبا، خاص المرا تكون حدا راجلنا ولا جي نتايا تكون معانا، حيت انا دابا ما بقيتش قادره نصبر وكنخاف شي نهار ندير شي مشكله